انا دخلت السجن في زنجبار، مش عارفه عملت ايه بس هم حبسوني. اهلا بيكم في جزيره السلاحف. طريق الى جزيره السلاحف اسمها بريزن ايلاند اللي هي جزيره السجن. السلاحف دي مش من تنزانيا يعني ولا من زنجبار، هي من سيشل. عارفين جزيره سيشل اللي كانوا دايما ينفوا فيها سعد زغلول؟ رئيس جزيره سيشل اداله 4 سلاحف، 2 ذكور و2 اناث، وسابوهم بقى يتكاثروا على الجزيره. فهنتبسط هناك مع السلاحف بقى كبيره قوي. اهلا بيكم في جزيره السلاحف. ايش اكبر سلاحف في العمر هنا؟ دول ولاد السلاحف اللي جم من جزيره سيشل. عندها 166 سنه ومتوقع من صحتها بسم الله ما شاء الله انها تعيش لحد 300 سنه و200 كيلو، وزنها 200 كيلو. فهمت؟ هتاكلي كرومب؟ انا بس عندي سؤال بجد والله، انا بحب محشي الكرومب. انا ما يعني بدخن ليه؟ امسكي كل كده الصلاه على النبي اقطم. انا باكل المحشي وادخن، انت ما بتخنتيش ازاي؟ والله يا حماله اسيه شايلين انا شخصيا. الف هنا يابا، كلي بس بلاش تخرجي الكرومب وانا واقفه. دي من اللي جم من جزيره سيشل ايام الملك فاروق عقبال اولادكم يعني دي ما اعرفش من بقى. عندها 198 سنه وزنها 125 كيلو. خدي يا ماما، خدي تيتا، خدي بالراحه. هي ما سننتش. فين ايوه اقطم. بعدين يعني هنا على ظهرها هتلاقي في كسر شجره نزلت عليها. بسم الله ما شاء الله، يعني ظهرها بس الصدفه اتكسر. فربنا يديك الصحه وطولة العمر يا تيتا. والله يا تيتا انا مش عارفه انت ما زهقتيش ليه وانت عايشه ال 200 سنه اللي انت عايشاهم في قلبي عندك. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب. انت في سن جدتي يعني. هاتي حضن اخي حبيبتي يا تيتا. هنا السلاحف الصغننين يعني هنا بيتجوزوا ويتكاثروا، بيجيبوا بقى الصغننين في قفص عشان بس يحفظوهم من الجو ان هم ما يتعبوش ولا يمرضوا. السلاحف تقعد 10 سنين في القفص بعد كده تطلع. وانا عندي 4 سنين رحت حضانه يعني، وهم اقصى حاجه سسبنس ممكن تحصل لهم ان هم يكعبلوا في عود خشب. يا باشا احنا قابلنا اشكال ضاله في العمر واحنا صغيرين وقاعدين في جزيره وانا بترمي في الشارع. ثانك يو فيري ماتش. اصبت بالحقد على السلاحف الكبيره هنا بتدفن البيض بتاعها تحت في الزخنوق اللي تحت ده كده، وبعد 3 شهور بيفقسوا لوحدهم ويطلعوا. هم هنا بيناموا السلاحف من 5 ساعات ل 10 ساعات. يا بختهم. هو يعني علشان انا مش سلحفه مش عاملين لي جزيره، والسلاحف عاملين لهم جزيره طويله عريضه قاعدين يبرطعوا فيها وعاملين بيبي في كل حته. يا ريتني كنت سلحفه. انا دخلت السجن في زنجبار، مش عارفه عملت ايه بس هم حبسوني. يلا سلام عليكم، انا هكمل في عيشتي هنا. ويا ريت والله كل السجون كده. المفروض ان ده السجن اللي كانت بنى في سنه 1930 من يعني كولونيل في الجيش البريطاني على اساس ان هو يبقى سجن، بس ما اتسجنش فيه ولا تم السجن لاي بني ادم فيه. بس لما جه وباء الحمى الصفراء كانوا بيعزلوا المرضى هنا عشان ما يعيدوش حد تاني لانه كان مرض مميت يعني. اللهم احفظنا كلنا منه. المكان ده دلوقتي بقى مطعم الناس تيجي تاكل فيه مالوش علاقه يعني. شوفوا كان بادئ سجن والطواويس حوالينا واحنا بناكل وحاجات كده جميله قوي. هنا الطواويس عاملين قلق وشغب. وهنا زي ما قلت لكم السجن ده اللي هو كان مبني كانه سجن ودلوقتي بقى فندق. لو حابب تنعزل بقى عن الكوكب اتفضل، تبقى قاعد بتاكل والطاووس قاعد جنبك اهو. ولا وده اقول لك ده احنا ده كربط فوق اي سطح اجدع منه على الاقل بيتاكل. ده لا، انا لو هصحى من النوم الاقي البحر من امامك والشجر من خلفك، عايزين ايه تاني من الدنيا؟ سبحانك يا رب ابدعت في خلقك، وسبحان الله ان على الجمال اللي هم عايشين فيه. واتمنى اكون بس نقلت لكم حاجه صغيره قوي عن الجمال اللي انا شفته. اتمنى تكونوا اتبسطتوا.